السلام عليكم. رسميا المنتخب التونسي يغادر كأس العالم من الدور الأول بعد أن فشل في تحقيق النقاط المرجوة منه للعبور للدور الثاني. ورغم هذا كله فقد فاز المنتخب التونسي على بطل العالم للنسخة القادمة منتخب فرنسا 1-0 سجله اللاعب الخزري. ورغم فوز المنتخب التونسي على بطل العالم إلا أن ذلك لم يشفع له للوصول للدور الثاني بعد فوز أستراليا على الدنمارك 1-0. ولذلك تأهل كل من فرنسا وأستراليا. فرنسا في المركز الأول ب6 نقاط، وفي المركز الثاني أستراليا ب6 نقاط، والأول هو فرنسا بفارق النقاط عن منتخب أستراليا. إلا أن منتخب تونس قد حصد 4 نقاط في هذه المجموعة بفوز على المنتخب الفرنسي وتعادل مع الدنمارك وخسارة أمام المنتخب الأسترالي. صراحة المنتخب التونسي ضيع التأهل في مباراة أستراليا، لأن مباراة أستراليا كانت في المتناول، وكان على المنتخب التونسي أن يفوز بها ويتأهل بدون حسابات. إذا المنتخب التونسي شرفنا رغم خروجه من المونديال، وقدم مستوى جميل يليق بالفرق العربية. حظ أوفر للمنتخب التونسي في قادم الأيام، والسلام عليكم.